دعونا نرحب بالرئيس الأمريكي المنتخب مستر دونالد ترامب. ألف شكر جمهوري العزيز اللذيذ، بحبكم كلكم. احكي لنا يا مستر ترامب، ايه شعورك وانت رئيس أقوى دولة في العالم؟ والله الحمد لله يا مذيع قاعدة يعني بتوفيق ربنا وبحب الناس، والحمد لله جيشنا أقوى جيش ودولتنا أقوى دولة وبنعمل كل اللي احنا عايزينه. عندنا مفاجأة لحضرتك يا مستر ترامب، دخلوا الضيف يا جماعة. يا نهار ازرق، الوسطى شوقي الدمياطي، ازاي محدش يقول لي؟ ازيك يا اصفى؟ ازاي ما تعرفونيش يا جدعان؟ كنا ذبحنا ده كربته ولا حاجه؟ ده ابو الشوق بنفسه اللي مشرفنا. وادي يا ترومبا، سيبك يا ابن العقص اللي انت عمال تعمله دوت، انتوا عالم جاي في اصلا وميتين على الجنيه، انت تعملهم على ايه؟ مالك بس يا ابو الشوق مزعل نفسك ليه؟ يعني انا يا عم مكلف خاطري ومأجر تروسيكل عشان اجي لك ابارك لك، عليك عمال تفلط بالكلام. في ايه بس يا ابو الشوق؟ ايه اللي زعلك؟ ما اقدرش والله. عمال تزرط وانتوا اقوى دوله واقوى جيش واحسن فول سوداني، ما عملتش اعتبر له دمياط ولا فرسكور ولا حتى كفر صقر. لا مؤاخذة يا ابو الشوق، امسحها فيا، ما اعرفش انك هنا والاله. ممكن تقول لنا ايه هي أولى جولاتك الرئاسية يا سيادة الرئيس؟ هترد على المذيعة اصفر اللي هي بتكلمك. لا يا ابو الشوق، ده بتقول يا سيادة الرئيس، وانت عارف يا ابو الشوق مفيش رئيس غيرك في وجودك. دلوقتي بقى بتفهم في الاصول، طب رد عليها يا عم، معاك اذني. والله يا مذيع انا ان شاء الله ابدا جولتي في الشرق الاوسط، هنلف جميع دول الشرق الاوسط، هنروح الزرقاء، فرسكور، دمياط، راس البر. تنساش كفر البطيخ، الناس هناك شايله منك. وان شاء الله هنعدي على كفر البطيخ ونراضي الناس هناك بطيخه بطيخه. ايوه يا عم ترامب، عيب كده، ده احنا نسايب يعني، ظبط معانا الكلام كده. هذا تصريح خطير للغاية، هل أنتم حقا نسائب مع أهل دمياط يا مستر ترامب؟ اصل ابن خالته واخد من عندنا من عند السنترال كده، الله يرحمها كانت دفعه ست السيده. انا لولا اهل دمياط ما كنتش وصلت للي انا فيه دوت وبقيت رئيس امريكا يا مذيع والله. ايه يا باشا، انت مزعل الناس ليه بقى؟ يا ابو الشق ومقام سيدي شيكاغو ما اقدر. قول لي بس انت مزعلان ليه وانا راضيك؟ انا ليك يعني. والله احنا كنا عاوزينك تسمي شارع في نيويورك باسم حماتي. طب هي اسمها ايه اصلا يا ابو الشق؟ اسمها ام الخلول، عاوزك تسمي شارع ومدان باسمها وتحط له عليها شويه مرور من الكبيره دي. ام الخلول سكوير. والله شوقي مقدور عليها يعني، ان شاء الله نشوف الحوار ده. الحاجه التانيه يا ابو الحاج، مطاعم ماكدونالدز بدل ما هي مقاطعه كده ومش لاقي زبون يخشيه، والزيت في الطاسه الزيت يبوظ. والله يا شوقي الحوار ده عمل لنا ازمه اقتصاديه جامده قوي. عيب بقى يا حاج ترامب، ما تقولش ازمه، اخوك موجود انا هحلها لك. احنا ندي المطاعم دي الواد عماد يدورها لكم فول وطعميه ونسميها ولاد ماكدونالدز المحلاوي. طب ما حلو الكلام ده، هتكلم مع الكونجرس كده واشوف الحوار ده ماشي. الحاجه التالته بقى واهم حاجه، اظن هتقول لي انك عاوز تحمي لبنان وفلسطين من الضرب. وهو انت اللي هتحميهم يا معفن؟ ما تشغلش بالك بيهم، كده كده الرجاله هتعرف تجيب حقها. انا بس كنت عاوزك تبعت لي رش للناموس بس يكون امريكاوي، عشان الناموس عندنا بيدب مسماره في الجلد، بتسحب لها كيلو دم. جالي انيميا والله يا ابو ترامب يا اخويا، بعت لي حاجه نضيفها.